السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في قناة حريف تحليل، 3 دقايق 4 دقايق، مش هنطول على حضراتكم. طالعين على طول بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب واللي لسه خلصانة من دقايق، واللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. وكان أبرز المتفائلين لنادي الزمالك مكانش يتوقع النتيجة دي، لنتيجة لإبرام الصفقات القوية اللي كان عاملها نادي الزمالك. هي مباراة كانت متساوية من الطرفين، المقاولون العرب في استماتة كبيرة جدا، الزمالك في قوة هجومية. هنتكلم عن ألفينا والظهور الجيد جدا في النص ساعة اللي لعبها. هنتكلم عن كل حاجة، ولكن ما تنساش بس أول حاجة تعمل لي اللايك بتاعك، وتصلي على النبي أول حاجة في التعليقات، وتعمل لي اللايك والاشتراك بتاعك، وتقول لي رأيك في أداء نادي الزمالك في أسفل التعليقات. نبدأ يلا النهاردة أخبارنا مع ونيس الكرة مع حريف التحليل. نبدأ أخبارنا النهاردة بمباراة الزمالك والمقاولون واللي انتهت بالتعادل 0-0. هي مباراة كانت ليست قوية بالنسبة للزمالك نظرا لعدم وجود فرص خطيرة نتكلم عنها. رأسية عبد الله السعيد، تسديدة خوان ألفينا في آخر الدقائق. أيضا لو اتكلمنا كمان عن كورة، ممكن نتكلم مثلا على عرضية خبطة في العارضة لنادي الزمالك. ما كانش فيه فرص قوية لنادي الزمالك، ما كانش فيه التكتيكات اللي كانت بتتعمل في وسط الملعب. نادي الزمالك كان بادئ بتشكيل محمد صبحي، عمر جابر، محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد. قلوب الدفاع، خط الوسط نبيل، محمد شحاتة، عبد الله على الأجنحة، ناصر ماهم. وكمان في الجناح الشمال كان بيلعب امبارح ادم كايد، ورأس الحرب عضية دباغ. عضية دباغ لم يظهر بالشكل المناسب. ليه؟ لأن مفيش كرة جت، فبالتالي بالنسبة لما فيش كرة تيجي لعضية دباغ، فأكيد عضية دباغ لن يظهر بالشكل اللائق. فعضية دباغ امبارح واضح من تحركاته في الملعب كان بينزل يستلم امبارح 3 كرات، نزل يستلم فيهم امبارح بشكل جيد جدا. ولكن أنا بالنسبة لي ك... كشخص محب وعاشق للنادي الأهلي، وأيضا نادي الزمالك برضه نادي كبير، بالنسبة لي عقدة دباغ مهاجم من طراز رفيع. فبالتالي لو خد فرصة أكتر من كده، وهو لسه في أول ماتش، يعني ممكن لسه ما تعملش كل الحاجات عليه وتقيمه بنسبة 100%. فبشكله وستايله يعني لاعب لديه مستويات حلوة. خوان ألفينا، نزل بدأ أول. هو امبارح أكتر ناس عملت مراوغة، تصدق ديت أكتر ناس عملت مراوغة امبارح. الراجل نزل كل 3 من المقاولين العرب عرضية، ولكن ما راحتش بالخطوة اللي كان لازم. تاني كرة برضه مرقص في 2 وعدى، وبرضه عرضية ما كانتش بعد كده مركز كمان 1 وعدى، وعرضية كانت في منتهى الخطورة، ولكن عبد الله السعيد ما عملها، ولكن جت أعلى الحارس محمد سعيد شيكا. بعد كده نروح ادم كاي ما ظهرش بالشكل المناسب. تاني مباراة ولسه يعني اول لاعيبة تحكم عليه في رابع جولة 7 جولات 8 جولات تقدر تحكم على لاعيبة نادي الزمالك. ولكن ادم كاي كان امبارح، كان الحاجة اللي كانت بتميزه امبارح بدخول عمق الملعب، ودي مش ممكن ما تلاقاش في اي صفقة جديدة كده ان هو يخش على طول في عمق الملعب. فدي بصراحة امبارح كانت حاجة مهمة بشكل كبير جدا، وكانت بتميز ادم كايد عن الحاجات اللي كان بيعملها. كان بيمارس برضه امبارح حلو، كان بيعمل حاجات امبارح حلوة. ولكن انا بالنسبة لي افضل لاعب امبارح في مباراة نادي افضل لاعب امبارح في نادي الزمالك عبد الله السعيد. امبارح يا جماعة 40 سنة وبيعمل كل حاجة في الكورة. يعني امبارح عبد الله السعيد هو امبارح كان يعتبر الملحم الاساسي لنادي الزمالك، ملحم اساسي. فأنا بالنسبة لي عبد الله السعيد هو عنصر مهم في تشكيلة يانك فيريرا هذا الموسم. اللي يقول لك كبر وما عادش ليه في الكورة كذاب. عبد الله السعيد يا جماعة لسه عنده أكتر وأكتر. عبد الله السعيد 132 هدف. يعني انت الفرق بينه وبين حسام حسن مش منتخب مصر او الاسطوره حسام حسن، لا، حسام حسن بتاع سموح. الفرق بينه 62 هدف. فاهم يعني إيه؟ يعني عشان اللي يجيب حسام حسن عايز 62 هدف حسام حسن عشان يجيبه، وده رقم صعب كبير جدا. فانا اعتقد فانا بالنسبه لي عبد الله السعيد عنصر. ناصر ماهر ما ظهرش بشكل مناسب. ناصر ماهر بالنسبه لي ما ظهرش بشكل مناسب، مش ناصر بتاع مباراه سيراميكا. يعني هو كان بيلعب في الجناح اليمين، وانا بالنسبه لي كده خلصت عنه. ما تنساش تحط اشتراك ومتابعة.